مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم من تاني في بارابيليوم. زي ما انتوا شايفين أنا مع الكولونيل ستيربي. مور عنده شوية مشاكل مع الموبايل بس هيرجع دلوقتي. وكابيتيني عنده مشاكل في ظهره وما قدرش يجي. بس يمكن ماركو بوزي هيجي كمان، هيدخل لما يقدر، لأنه هو أساسا بيتعامل أكتر مع مسائل رقائق أشباه الموصلات وكمان المواد بتاعت أشباه الموصلات. وأكيد في وسط النخبطة دي في حاجة بتحصل. أهو دانيال رجع، يا رب يكون رجع. أهو دانيال. أهلا يا دانيال. أنت موجود يا دانيال؟ سامعني؟ أيوة سامعينك، صوتك واضح وقوي. دانيال سامعة. احنا شايفين بعض ببطء شوية بس مش مشكلة، احنا متعودين نشتغل مع اللاج، خليك هادي. نبدأ بالموضوع اللي طرحه الكولونيل في الأول. يعني دلوقتي ترامب عنده لحد أول مايو يا إما يخلصها يا إما يطلب تمديد، لأن الرؤساء الأمريكيين عندهم 60 يوم عشان يديروا حرب ما خدتش تصريح رسمي. السؤال اللي كان بيتسأل هو هل ترامب هيبدأ من جديد هيطلب التمديد ولا مش فارق معاه أي حاجة خالص؟ وكالة رويترز بتقول فعلا إن بعض المحللين مش اللي مع ترامب لكن من الكونجرس شايفين إنه غالبا هو مش هيهتم بالموضوع بدل ما يدور على موافقة الكونجرس. أنا بسأل نفسي لو هو بما إن كل حاجة تقريبا في وضع، خلينا نقول إن الساتكوم كمان بيبعتوا مقاطع دعائية بتفكرنا شوية بالهجوم الأوكراني في 2023 عن عملياتهم في إغلاق مضيق هرمز. لو ده مشكلة لترامب في رأيك يا جورجيو هيهتم ولا مش هيفرق معاه؟ ولا هيستغل الموعد ده عشان يرجع الحرب تاني بدل ما يروح يطلب تمديد؟ ده سؤال كويس، لأن المشكلة إن فيه إجابة عسكرية ودي المفروض نظرياً تخصني، بس فيه كمان إجابة استخباراتية بحتة من تحليل شخصية الرجل والبروفايل السياسي بتاعه. من وجهة نظر عسكرية بحتة أنا مش شايف إن فيه مشكلة. بيتطلبوا من الكونغرس التمديد الشهر الإضافي، وده بيتبرر فعلا بأن فيه مفاوضات شغالة وممكن نوصل لحل دبلوماسي للنزاع مع الحفاظ على الضغط العسكري. من الناحية العسكرية ده هيكون أكتر حاجة منطقية نعملها، بس بعد كده لازم نحسب حساب الجانب النفسي للشخصية اللي بنتكلم عنها. عارف إن المفروض ما نجمعش معلومات استخباراتية عن القوات الصديقة، وإن رسمياً أمريكا لسه بلد صديق وحليف، بس هو الرئيس ترامب نفسه اللي حطنا في موقف إننا لازم نعمل حساباتنا، كأنه لاعب على الأقل محايد لو مش حتى عدائي. فهل ممكن نسمح لنفسنا نحلل شخصيته شوية؟ بالنسبة لطبيعة ترامب، إحساس الشخصي إنه بدل ما يخضع للسلطة اللي هو بيعتبرها أقل منه، لأنه بيقول إنه رئيس الولايات المتحدة يعمل اللي هو عايزه. أنا بصراحة شايف إنه الأغلب إنه حيتجاهل الموعد النهائي تماماً، وحيطلب من مساعدينه الكثير إنهم يبرروا الموضوع بعدين لو حصل. وحيقول إنه الصراع دلوقتي في حالة وقف إطلاق نار، وعشان كده المدة المحددة بتاعة الشهرين متوقفة لحد ما الحرب تبتدي تاني لو حصل. فهو ببساطة بيتجاهل تماماً السبب، لأنه شايف نفسه أعلى من الحاجات دي، وهيجبر إكست وربما روبيو إنهم يروحوا مجلس الشيوخ ومعهم الورقة دي اللي هي مجرد ورقة توت، لأن ده بالضبط اللي هي عليه.
وساعتها هو حيواجه الكونغرس ويجبر الأغلبية الجمهورية مرة تانية أنها تاخد موقف، يا معاه يا ضده، وده بالنسبة لي عادي. اختبار الولاء لأعضاء حزبه نفسه. هيخسر ناس تاني، بس غالباً هيقدر مرة تانية ينجو سياسياً ويوصل للانتخابات النصفية وهو متعفر. ايوه، كمان عشان في قانون اللي هو قرار صلاحيات الحرب لسنة 73 اللي بيقول ان رئيس الولايات المتحدة يقدر يبدأ عمل عسكري لمدة 60 يوم بس قبل ما ينهيه، ولازم يروح للكونجرس عشان ياخد الموافقة، او يطلب تمديد 30 يوم كمان بسبب احتياجات عسكرية ضرورية تتعلق بأمان القوات المسلحة الأمريكية. الجملة التانية دي مثيرة للاهتمام جدا، لأن لو حد راح يشوف بالظبط الموضوع كان عن إيه في مجلس الشيوخ هيلقيها صدفة كده. الموضوع كان بيتكلم تحديدا عن أمان الرجال اللي شاركوا. هوقفك هنا، هديك فرصة تتكلم. انت بتقلل مني وبتقول اني مش مهتم. انا بسالك اذا كنت شايف انهم كذابين ولا لا، ده اللي سالته. انت بتقلل مني وبتقول اني مش مهتم بوفاه جنودنا. لا، أنا سألتك إذا كنت شايف إنهم كذابين. ده تقليل وتشويه بكل الطرق. مفيش حد بيهتم بمصير جنودنا اكتر مني، مفيش حد بيهتم بصحه جنودنا اكتر مني، مفيش حد عايز يرجعهم كلهم بالسلامه اكتر مني. الوقت هو اللي بيتحكم في الوقت. خد بالك ان رئيس مجلس الشيوخ جمهوري، وبرغم كده حاول يعني يسيطر عليه. نقول انه كان شوية مش قادر يتحكم في نفسه. خلاص، ده مثير للاهتمام بالذات لان حتى لما اتسألته اسئلة زي لما عملتوا التقييم الاستراتيجي عن زيلينسكي اللي ما كانش في ايده اوراق قوة، اعتمدتوا على ايه؟ بما ان فات اكتر من سنة وكمان لسه هناك بيحاربوا. وهو لف ودور عن السؤال ده تماما وطلع بحاجة زي ماشي، بس دلوقتي الأوروبيين هم اللي بيدفعوا تمن السلاح. يعني دي مش إجابة مباشرة على اللي اتسأل، بس اللي كان مثير للاهتمام فعلا إنه كان بيقول إنه حياة الرجالة اللي بيخدموا دي حاجة غالية عليه جدا، لأنه يا سلام البند اللي بيسمح بالتمديد مرتبط بأمان القوات المسلحة الأمريكية. فأنا شايف إنه بالنظر لشخصيته اللي مش بالظبط أذكى واحد، كان في دماغه تقريبا الاتجاه اللي لازم ياخده في النقاش، لأنه بيطلع الموضوع وبعدين غالبا الموضوع ده هيستخدم. دانيالي ماشي معنا؟ ثابت؟ دانيالي سامعنا؟ سامع؟ طيب أنا سامعكم. أنت سامعني؟ أيوه كمل. تمام. طيب أنا موافق. أيوة موافق. في السلالة اللي مش هوقفك في السلالة، بس أنا وطبعا مش هيوقف، هضيف حاجة كمان. احنا سامعينك وحش، جرب تشيل الفيديو. عمري ما ناديت للحرب. شكرا. في رأيي بما إني شفت في رأيي مش هيقدر يعملها، كفاية تشيل الفيديو في رأيي. حتى الصوت كويس جدا، أنا ممكن أكتبه يمكن. أنا هستغل الفرصة دي لحد ما هو يرجع وأقولك ما تستخدميش الفيديو لو الاتصال مش قوي كفاية، عشان نشوف كمان التغيير يعني في وضعية ترامب دلوقتي بعد ما الاستراحة قرب يخلص. خد بالك إن ساتكوم بدأ يبعت إعلانات تشويقية وحاجات بتوضح يعني إنهم جاهزين. في بعض المصادر الصحفية زي أكسيوس اللي بتقول إنهم اتكلموا مع شوية ناس زي العادة، يعني شخص مطلع على الموضوع اللي يعني في الأساس لو المفاوضات ما نجحتش ناويين يعملوا جولة تانية من الهجمات عشان يشوفوا يمكن بعدها يبقوا أكتر استعدادا. أنا شايف كمان إن في استراتيجية مزدوجة، صح يا جورجيو؟ المخزون الإيراني من اللي بينتجوه مش هيقدروا يزيدوا أكتر من كده، يعني يا يقفلوا ويوقفوا كل حاجة، يا إما هيبقوا عندهم فائض كبير في مخزونهم نفسهم، وده ممكن يكون مشكلة كبيرة. وأعتقد إن ده جزء من الاستراتيجية الأمريكية برضو، يعني الحصار
مقابل الحصار لو قلنا كده. بس الإيرانيين في الحقيقة من ناحية عسكرية بحتة وضعهم يعتبر سهل نسبياً، لأنهم في وضع ما فيش فيه صراع بري، يعني ما فيش خطر إنهم يخسروا أراضي. الصراع كله عبارة عن ضرب نار بس، وهم نظام ديكتاتوري، مش محتاجين دعم شعبي. يعني نظرياً يقدروا حتى يدفنوا راسهم في الرمل ويغطوا عينيهم ويتحملوا كل الضرب اللي الأمريكان ممكن يدوهم. يقدروا كمان ما يردوش أو يردوا بطريقة رمزية بس، ويحتفظوا في الأنفاق باللي فاضل معهم. وده برضو يعتبر رقم كبير، حتى لو أقل من نص اللي كان معاهم في بداية الصراع. ويستنوا الأمريكان يخلصوا ويفضوا طاقتهم. الخطر هو إن الأمريكان يستهلكوا أكثر من الحد اللي يقدروا يتحملوه من الذخيرة من غير ما يحققوا أي نتيجة سياسية. لازم نفتكر إن الحرب مش بتتعمل لأهداف عسكرية بس، الحرب بتتعمل لأهداف سياسية. دلوقتي هم ممكن يكسبوا عسكرياً زي ما هم عايزين، بس لو ما حققوش الهدف السياسي اللي كانوا حاطينه في دماغهم واللي أعلنوا عنه كمان، يبقى دي مش انتصار، خصوصاً لو ده هيكلفهم استنزاف مخزون الذخيرة اللي محتاجينه عشان يواجهوا تحديات أهم بكتير من التحديات الإيرانية. فبصراحة أنا دلوقتي متوقع إنه لو العمليات العسكرية بدأت من تاني، وآخر اقتراح اللي باين إنه جاي من الإيرانيين في باكستان مش عاجب ترامب، أنا متوقع موجة تانية من القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران. هيدمروا حاجات كتير ومش هيخسروا حاجة، وهم بيعملوا القصف ده بس في الحقيقة مش هيحققوا أي نتيجة ليها قيمة سياسية. أقصى حاجة ممكن يعملوها إنهم يقولوا إحنا حققنا النتيجة، إحنا دمرنا كل احتياطاتهم من اليورانيوم. قالوا الكلام ده قبل كده وممكن يقولوه تاني، وده ممكن يكون مخرج سياسي لترامب عشان يطلع نفسه من الورطة. بس من غير المرجح إنهم يقدروا فعلا يحققوا النتيجة دي. دلوقتي هنا لازم نروح لتحليل اقتصادي أكتر من كونه عسكري، ونشوف أمريكا ممكن تقدر تستمر في ممارسة الضغط ده لمدة قد إيه؟ لأنه هنا أنا مش محلل اقتصادي، بس أقول إنه أمريكا بتنتج بترول، وعشان كده مش فارق معاهم لو حركة المرور في مضيق هرمز اتقفلت. يتوقف. ده مش بالضرورة يكون صحيح، لأن في الآخر سعر الطاقة عموماً بيزيد مع الأسواق العالمية المرتبطة ببعض، وفي الآخر الأسعار بتعلى حتى في أمريكا. وإحنا عارفين كويس جداً إن أكتر حاجة رئيس أمريكا ما يقدرش يتحملها هي إن سعر البنزين جوه الولايات المتحدة يعلى فوق حد معين، اللي مش فاكرها بالضبط بس أظن إنها حوالي $100 للبرميل. احنا بالفعل في الآخر. أيوة، لا، عند مضخة البنزين في أمريكا. لا، عند المضخة. لو عديت اللي هي 4 الجالون $4 حاجة زي كده. لو عدى الحد ده الرئيس بيخسر الانتخابات. ده كده زي علامة للناس اللي أنا عارفهم، بس مش فاكر الحد كام بالظبط. إحنا محتاجين محلل اقتصادي يقول لنا فعلا الوضع إيه، وقد إيه أمريكا تقدر تكمل في الأزمة دي. وبرضو صحيح إن إيران كمان ما تقدرش تتحمل، بس نرجع لنقطة إن إيران ديكتاتورية، ونظرياً حتى لو نص شعبها مات من الجوع. شكراً. العصابة اللي في السلطة مش فارق معاها كتير. نقول لو دانيال موجود تقدر. أنا سامعكم. أيوة، كمل. سامعيني؟ طيب، كنت بقول إنه هو عمره ما قبل فكرة إنه بيعمل حرب، فغالبا اللي بيقوله العقيد ساتربي هو اللعبة اللي في دماغه.
يعني بطلب 30 يوم زيادة، وأنا عارف إن النواب الجمهوريين هيوافقوا على أي حاجة أطلبها. وبالمناسبة خدوا بالكم، أظن في مشكلة، في شوية مشاكل كبيرة كمان في الاتصال، وهو في واشنطن. لا مش أظن، مش عارف هو فين. أظن في البيت، عشان شايف جو كده بتاع بيت مش فندق ولا حاجة زي كده. نقطة مهمة هي الاحتياطي، عشان لحد امتى اللعبة دي هتستمر. أنا رحت وبصيت شوية على احتياطي الدول المختلفة. على الأقل آخر تقدير كان في 2025. والصين كان عندها 400 مليون برميل احتياطي حكومي، والباقي كان متوفر عند الشركات الخاصة. بس بالنسبة للصين الاتنين تقريبا نفس الحاجة. الأمريكان هم التانيين في الترتيب من حيث الأفضلية. لو بصينا على الباقيين خصوصا الأوروبيين، إحنا بره اللعبة خالص. خدوا في اعتباركم انه حتى مع الاستهلاك الحالي الصينيين كان عندهم في اقصى تقدير 80 يوم بس. يعني احنا مش بنتكلم عن سنين او حاجات زي كده. أوروبا كان عندها تقريبا لمدة 27 يوم، والحرب دي بتكلفنا حوالي 500 مليون في الشهر، حاجة زي كده من ناحية الزيادات، مش عن تكلفة البنزين. عشان كده يبقى الصينيين كانوا عارفين ومتوقعين حاجة. لأنهم جمعوا احتياطي كبير لما كان البترول رخيص في الشهور اللي فاتت، أكتوبر نوفمبر وهكذا. حاجة تانية يمكن أنت تفتكر، في وثيقة أمريكية قديمة بعد ما انهارت الكتلة السوفيتية، الأمريكان كانوا فاكرين إنه ما فيش داعي يحتفظوا بكل الاحتياطي ده، اللي زمان كان أكبر بكتير، لأنه في المستقبل لو حصلت حرب، يعني تقريبا فترة الإنذار كانت 57 سنة. أنا شايف إن هنا 57 أسبوع، وعلشان كده فجأة القرار غلط بتقليل الاحتياطي، وممكن كمان حاجات تانية كتير، يمكن حتى الذخيرة وحاجات زي كده دلوقتي بدأت تأثر. بصراحة هنا عندي ملاحظتين فعلا. واحدة، بعيد عن كل الاعتبارات السياسية والأخلاقية اللي ممكن نتكلم عنها، ومع كل كرهي الشخصي للنظام الإيراني، من الناحية العسكرية في الحرب دي الولايات المتحدة هي المعتدية. من الناحية العسكرية البحتة بأكد تاني، ما تتهاجمونيش كلكم، لأني عارف كويس إن آيات الله نظام إجرامي. في اللحظة اللي أنا بقرر فيها أبدأ عملية عسكرية عندي فيها التفوق المطلق. أنا اللي بقرر أعمل الحرب، أنا اللي بقرر إمتى أبدأها، وأنا اللي بقرر أعملها إزاي. بس معقول حد ما يجهزش نفسه للحرب دي؟ بس معقول ما يعملوش زيادة في الاحتياطيات من الأول علشان يجهزوا نفسهم لصراع طويل اللي ممكن يكون أطول من المتوقع؟ هنا ده دليل تاني إن إدارة ترامب فعلا مجموعة من سحرة مبتدئين وهواة متهورين. الملاحظة التانية، وهنا كمان هخرج شوية عن مجالي، كنت محتاج زميل محلل اقتصادي، وأنا ببص على الجدول ده جاري شك. اللاعبين المختلفين اللي أتذكروا زي الصين، أمريكا، اليابان، أوروبا، السعودية والباقيين، كل واحد فيهم مختلف عن التاني، وليهم نظام اقتصادي وإنتاجي مختلف، كل واحد غير التاني. عشان كده استخدام البترول في حد ذاته مختلف، وليه قيمة مختلفة عند كل واحد فيهم. مثلا عندنا في أوروبا البترول بشكل أساسي بيستخدم، وبكرر أنا منفتح للنقد والتصحيح، لكن بشكل عام أقدر أقول إنه بيستخدم في النقل البري. يعني مش كل حاجة هتتوقف لو المخزون قل بشكل كبير. في دول تانية البترول بيستخدم كمان لتوليد طاقة للمصانع، لكن عندنا الغاز هو اللي بيستخدم.
يعني ممكن كمان إنه الصين عندها مخزون أكبر بكتير من غيرها، لأنه صناعتها بتعتمد أكثر على الهيدروكربونات في توليد الطاقة للمصانع. ممكن يكون كده فعلا، أنا مش متأكد خالص، أنا بس بقول ده كموضوع للنقاش. أعتقد جزئيا ده عشان بينتجوا بترول أقل من غيرهم، وكمان عندهم احتياطي ضخم لأنهم بلد كبير جدا فاستهلاكهم عالي جدا. مثلا أنا عارف إنهم عندهم أكبر استهلاك للفحم في العالم. أيوة، حاجة عندنا تقريبا ما بقتش موجودة، والهند كمان نفس الكلام. فمش عارف إذا كان مستوى المخزون الكلي المتاح بيعبر فعلا عن الاستهلاك والاحتياج الأساسي ولا لا. فين راح دانييلي في البار؟ نعم، لا. كنت ببص على دانييلي راح فين، في الميدان، في البار، يسرق الواي فاي من أي بار. ممكن. اتفضل يا دانييلي، دلوقتي أظن لو أنت في البار هنسمعك. شوف إذا هو سمعنا. شكرا. دانييلي، لا، لحد ما هو يرجع أنا هستغل الفرصة وأجيب لك موضوع تاني. الفترة الأخيرة عندنا إسرائيل، وفي نفس الوقت في شوية أخبار على الجنب أظنها مثيرة للاهتمام. واحدة السعودية، الإمارات العربية المتحدة خرجت من الأوبك بلس، وقبل كل شيء بدأوا يستلموا أنظمة دفاع جوي، ويبدو أن الإسرائيليين كمان بعتوا قوات علشان حمايتهم. هل ده تغيير في الراعي في الجهة اللي ماسكاهم، تغيير في التبعية؟ ولا هنا زي ما كان هيقول ألدو جيوفاني وجياكومو، هنا بيقلبوا الترابيزة؟ بس أنا أقول إنه الإمارات العربية المتحدة ماشية بسياسة قريبة جدا من سياسات الدول الأوروبية. هم بيعملوا تنويع في la loro dipendenza. علشان ما يعتمدوش على لاعب واحد بس. الإمارات اتلسعت جامدا من طريقة إدارة أمريكا للصراع. متفقين تقريبا تماما على الصراع، مش على المبادرة السياسية لضرب إيران جامد، بس كمان هم مش راضيين خالص عن إدارة أمريكا للصراع اللي سابتهم مكشوفين أكتر بكتير مما كانوا متوقعين. وعشان كده هم بيحاولوا ينوعوا خياراتهم. ولما تحب تنوع تحالفاتك ومش عايز تبقى معتمد على نظام استبدادي زي روسيا أو الصين، مش هيبقى عندك اختيارات كتير تلعب بيها. فيه الولايات المتحدة، وفي المنطقة فيه إسرائيل اللي تعتبر قوة عسكرية مضمونة، وكمان فيه أوروبا. دلوقتي دول الخليج بدأت فعلا تنوع تحالفاتها من أوروبا. بدأوا يعملوا ويوقعوا عقود مع دول أوروبية مختلفة، أولهم إيطاليا وفرنسا، ودلوقتي كمان بيعملوا كده مع إسرائيل. أقدر أقول إن دي رؤية عملية جدا عن إزاي نتعامل مع عالم ما بقتش فيه أمريكا ضمانة. ده دليل تاني إنه ترامب بيدمر مكانة أمريكا المهيمنة في العالم، وبيحول مكانة أمريكا إلى مكانة قوة قارية بس، ونطاق نفوذها ما بقاش يغطي الكوكب كله، بقى بيتنافس مع قوة تانية. وده لأنه دمر القوة الناعمة وضيع الثقة المطلقة اللي كانت معظم الدول بتديها لأمريكا. ممكن نتناقش إذا كانت الثقة دي في محلها ولا لا، وعشان كده الإمارات العربية المتحدة قررت إن في حاجات دلوقتي أمريكا مش بتضمنها وما بقتش بتعملها زي الأول. مين اللي دلوقتي بيدي الإحساس إنه عنده أحسن دفاع جوي في العالم؟ إسرائيل. بعد إسرائيل مين فيه؟ أوكرانيا.
دول الخليج بتعمل عقود مع إسرائيل، مع أوكرانيا، ومع إيطاليا، ومع باقي الدول الأوروبية، علشان الاعتماد ما يبقاش كلي على الولايات المتحدة. في اللحظة اللي هم بيشوفوا فيها إن في الصراع ضد إيران صواريخ باتريوت بتتحول من يوم للتاني من حليف لحليف، هم طبيعي يسألوا نفسهم: بس لو بكرة الولايات المتحدة اتورطت في صراع في المحيط الهادئ وإحنا عندنا مشكلة تاني مع إيران، مين حيدينا منظومات باتريوت؟ نفس السؤال اللي طرح على أوكرانيا، وأول حاجة أنا فكرت فيها لما حصلت المشكلة دي، تمام دلوقتي في منافسين تانيين على باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي. فعلا أوكرانيا ما كانتش عاجبها خالص موضوع إيران ده، لأنها فهمت بسرعة إيه اللي هيحصل، وحاولت تدخل باقتراح المشغلين وكده عشان تفضل موجودة في الموضوع ده. بس واضح إن مفيش باتريوت كفاية للكل، تايوان كمان عايزاهم وفي ناس تانية عايزينهم، فبالتالي كل واحد بيحاول ياخد اللي يقدر عليه. وده معناه إن الباتريوت ما ينفعش يكون هو الحل الوحيد بعد كده. على فكرة ديم، تابعت آخر الأخبار وآخر التقارير عن إسقاط صواريخ كينجال من ناحية الأوكرانيين، مش عن الباتريوت لكن عن الأنظمة. وأخيراً الأنظمة الإلكترونية. الناس بتنظم نفسها، لازم نشوف إذا ده حقيقي. لازم نعمل تجارب مثلا، ده حصل مع الهيمارس. الروس كانوا بيشوشوا حتى على قذائف اكسكاليبر لو فاكر صح، اللي كانت بتستخدمها مدافع M777 وبعدين واحدة واحدة. الخبر ده كمان اتأكد يعني من الجانب الغربي انه مستويات الدقة كانت قلت، لدرجة انه في وقت من الاوقات الاوكرانيين ما كانوش عايزين حتى قذائف اكسكاليبر، كمان عشان سعرها غالي جدا، كانوا بيفضلوا القذائف العادية. يعني لو الخبر صحيح لازم نشوف كمان على أي مستوى من الفعالية. دلوقتي بما إن عندنا هنا خبير في الحاجات دي، ماركو، أنت رأيك كيف موضوع التشويش على الكينجال؟ انا معرفش التفاصيل يعني بتاعه الحاجات دي، لان طبعا كتير من الصور دي سريه، بس واضح انك تقدر تشوش على اي حاجه، يعني اي اشاره راديو تقدر تلتقطها، خصوصا لو على نطاق ضيق، وكمان لو بتستخدم انظمه مش متطوره قوي. تقدر تعمل كده، بس في وقت معين لازم تلحق فيه. يعني لو الحاجة دي نازلة بسرعة ماخ 5 أو ماخ 7 وكده، وكمان تضيف الإلكترونيات مقارنة بالحاجات الميكانيكية، الحاجات الإلكترونية أسرع آلاف المرات دايما كده. عشان كده لازم نشوف بعد كده، لازم نشوف هي بتشتغل إزاي. أنا تقريبا معرفش أي حاجة عن الجهاز ده بيشتغل إزاي، بس اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الأساس حابب أوضح دي حاجة احنا قلناها من زمان قوي، إن الإلكترونيات اللي بنلاقيها في كل السياقات دي هي جزء من حاجة جديدة، وجزء تاني هو ميراث من الماضي. احنا اتكلمنا عن ده في برنامجك من كام يوم او من كام اسبوع دلوقتي، وان كتير من الانظمه الامريكيه لسه بيستثمروا فلوسهم في انظمه بقت من الجيل القديم، وان كتير من الحاجات دي عشان اترجمها ادعموني، دايما بسمع المصطلحات دي، هتفضلوا تسمعوها دايما. لا مش بس شوية أنظمة قديمة، حتى لو استخدمت مصطلح إيطالي، الفكرة إنهم بينتجوا أنظمة أسلحة وبعدين بيحاولوا يشتغلوا عليها ويحسنوها، وعلشان كده لازم تحافظ عليهم كمان لأن تكلفتهم أقل. زي أغلب الصواريخ، لو حد بص على تصميم الصواريخ الروسية هيلقي إن ليها أجزاء مشتركة مع البولاف، أو لو بصيت على سلسلة صواريخ KH كلها اللي بشكل أو بآخر بعض الأجزاء فيها ترجع للسبعينات، وده مش عيب إن جزء منها يرجع للسبعينات لو شغالة. بس البناء على نظام سلاح موجود هو أفضل طريقة عشان تصرف أقل، وكمان لأن فيه بالفعل خط إنتاج شغال وهكذا وهكذا. بس كمان عندهم تكاليف صيانة توصل لنهاية عمرهم، يعني بتحاول تحافظ على حاجة زي ما تكون بتحاول تخلي عربية فيات 500 شغالة. ممكن تعمل كده، بس دلوقتي بقت حاجة فنية أكتر من أي حاجة تانية. بس لما تشوف بالتحديد لازم تشوف إذا الحاجة دي اتدرست كويس ومن أي جيل نظام التحكم، زي مثلا نظام قيادة الطيران أو الفيدباك أو أي نوع تاني من الأسباب. لو كنا بنتكلم من زمان في القناة دي بتاعت الاتصالات عن إن في 10 تريليون قيمة سوقية
علشان يحافظوا على وجود اتصال لاسلكي خلوي جواها في تعقيد كبير جدا. تخيل دلوقتي إشارة راديو يمكن اتطورت في مكتب أبحاث صغير في مكان ما بروسيا، كان لازم يعملوا نظام اتصال هو في الحقيقة معقد بس ممكن يتقلد أو يتنسخ، ما يقدرش يشتغل على نطاق واسع، ممكن تعمل قفز ترددي بس حتى كده في الآخر الترددات القديمة اللي بيشتغلوا عليها. الأول اسمه إيه؟ أول أوبتون تلاقيه روح شوف الإلكترونيات معمولة إزاي، هتفهم الفلاتر على أي نطاق لو شغالة وتعيد بناء الترددات اللي شغالين عليها طبعا. يعني في الآخر إلا لو عندك حاجة متطورة جدا ومرنة، وكمان ما تكونش الإلكترونيات من أحدث جيل، وكمان الأنظمة اللي بتبث لازم تشتغل على أحدث جيل. ده أنا شايفها صعبة بصراحة، يعني أي حاجة قديمة أو زي ما كنا بنقول تطور لحاجة من الماضي هتكون برضو معرضة لنوع ده من التقادم السريع جدا. بص على نظام تحديد المواقع، كنتوا تتكلموا قبل كده عن كل حاجة بتستخدم نظام تحديد المواقع. دلوقتي في تقنيات جديدة تطلع علشان تحسن يعني المرونة والمقاومة لمحاولات التشويش أو انتحال الإشارة. غير طبعا التشويش، لكن تحديدا التزييف اللي هو إنك تخلي الصاروخ أو الذخيرة تفتكر إنها في مكان معين وهي في الحقيقة في مكان تاني، وهكذا وهكذا. والتقنيات دي مش معقدة قوي. أحب أفكركم إنكم لو دورتوا على يوتيوب هتلاقوا مقالب جميلة جدا ممكن تعملوها براسبري و SDR ب 250 يورو بس، وفي برامج بتحطها على الراسبري وصاحبك اللي قدامك في العربية اللي ماشيين وراه بتخليه يفتكر إنه في نص صحراء نيفادا، يعني فعلا بتخليه يروح في أي مكان أنت عايزه بكل بساطة عن طريق تضليل إشارات الGPS. الموضوع ده سهل جدا وممكن يتعمل. يعني طبعا أي حاجة مرتبطة بالمجال ده ممكن تتلخبط وآسف إني طولت عليكم. لا الروس عملوها فعلا زي ما كنا بنقول قبل كده مع الهايمرز ومع قذائف اكسكاليبر اللي بتتوجه بالGPS. في الآخر الصاروخ اللي بيتحرك بالسرعة دي مش لازم تحرفه كتير، يعني تغيير بسيط زي 0.001 درجة بس معناه انك تغلط بمئات الامتار او اكتر، وده كمان بيكون تراكمي. هو تراكمي خصوصا لما تعمل رحلة بالطريقة دي على سرعة ماخ 7 يعني. بس انا دايما من الناس اللي لو ما شفتش ما صدقتش، يعني هما بيقولوا 26 تجربة بس ما فيش دليل عليهم. صحيح انه في الفترة الأخيرة في آخر 34 شهر ما سمعناش كتير عن كينجال. أنا دايما كنت بشوف التقارير الرسمية إنهم أطلقوا 2 أو 4 أو 6 منهم. مفروض أعمل مراجعة تانية وأشوف كل مرة كينجال ضرب فيها هدف عشان أشوف كم واحد اتطلق وتعلن عنه، وكم واحد نقدر نأكد إنه ضرب هدف، وكم واحد خرج عن المسار مقارنة بإجمالي ال4 شهور اللي فاتوا. هما بيقولوا من بداية السنة يعني تقريبا آخر 5 شهور دلوقتي بقوا 4. هنشوف، أكيد هيكون موضوع مثير للاهتمام نتحقق منه، هنشتغل عليه مع فونتانا عشان نشوف. بس اسألوني هشوف كمان مع معارفي في أوكرانيا، لأنه عادة الجرايد المحلية بتكتب لو صاروخ ضرب هنا أو هناك. مش كل حاجة مركزية من ناحية التواصل. كتير فرق كبير صح؟ القصة الكبيرة دي بتاعت كينجال في الآخر. لا هو الموضوع إننا بنتكلم في تفاصيل، وعايز أضيف كمان عشان أهدي الناس اللي دايما بيقولوا إني متفائل زيادة عن اللزوم. لازم ناخد في اعتبارنا كمان إن إيجاد حل ECM يعني حل للحرب الإلكترونية عشان نعطل صاروخ مش هو الحل النهائي ضد الصاروخ ده حل مؤقت بس. وبعدين غالبا في اللحظة اللي العدو نفسه يعرف فيها النظام المستخدم يقدر هو كمان وبسهولة نوعا ما يلاقي طريقة يرد بيها، وساعتها الموضوع هيستمر تاني. بالعكس آسف إني بقاطعك، في اللحظة اللي الأوكرانيين بيعلنوا إنهم وقفوا 26 غالبا الروس في الوقت ده كانوا بالفعل غيروا النظام. ما كانش عندك سبب إنك تحكي حاجة زي دي إلا لو كانت خلاص عدت والدنيا اتغيرت بالفعل. وفعلا هنا ماركو غالبا يقدر يأكد
الحرب الحقيقية. من الناحية الإلكترونية، الموضوع كله إنك تخلي الخصم يضطر يضيف جهاز جديد على نظام سلاحه، وبكده بتخليه أغلى وأعقد في التصنيع كل مرة، وفي النهاية بتخليه متقادم. وده اللي حصل مع طيارات شاهد بدون طيار، اللي في الأول كانت رخيصة جدا، وبعدين مع إضافة تدابير مضادة جديدة عشان يواجهوا تدابير الأوكرانية بقى أغلى وأغلى. وفي الآخر الروس اضطروا يبتدوا يبنوا نسخهم الخاصة اللي مختلفة ومنفصلة ومميزة، مش قديمة تاني زي ما كنت بتقول. صح؟ diceva Marco. انا اقدر اقول لك استنى، لاني كمان بقرأ تحت. ما كنتش عايز اتكلم عن الموضوع النهارده لاني كنت عايز ابحث اكتر، بس طالما جبناه في الكلام. المنتج كمان قال انه نظام ليما حرف مسار 33 صاروخ كروز و10,000 درون في اول 3 شهور من السنه دي. انا شايف الرقم ده مش منطقي شويه بصراحه. وكمان 98% من القنابل الجويه الموجهه اللي اترمت في المناطق اللي بيغطيها النظام. أنا عارف عشان من يومين كنت بتفرج على أحدث صور الأقمار الصناعية اللي جابها شوية محللين اللي بيقعدوا يشوفوا كل قنبلة راحت فين، وكان في حوالي 600 قنبلة الشهر ده بس في الجبهة بين زابوريجيا بوكروفسك وهكذا. يعني الأرقام دي أصلا ملهاش معنى مقارنة بالأدلة البصرية اللي بنشوفها من حفر القنابل بس. يعني إلا لو كانوا يقصدوا إنه حرفهم، يعني خلاهم يخطئوا شوية. المشكلة هي أغلب القنابل الجوية اللي بيتم إسقاطها بتكون انزلاقية. أيوة عندهم النظام كمان، بس الأغلب بيروح ينزلق ناحية موقع معروف، فمش أظن حتى إنهم بيستخدموا جلوناس في الحالة دي حاجة زيادة، بس عادة بتكون محسوبة مسبقا عشان تنزلق في اتجاه معين. فأقصى الحالات بتعمل شوية تصحيحات. من بين 10,000 المفروض يكونوا بتوجيه ميكانيكي ومتحدد مسبقا، يعني مش ممكن يتأثروا. في كمان جلوناس ممكن يستخدموه، بس عادة اللي موجودة بتكون ميكانيكية غالبا، لأنه جلوناس شغال. ماشي في فرق حوالي 10 متر بس. يعني لما ترمي قنبلة فاب وزنها 3000 مش هيفرق معاك لو جت 10 متر شمال أو 50 متر يمين. احنا قريبين كده. خلينا نقول زي ما كان بيقول جورجو في رأيي، فعلا في قفزات بتجبر الخصم انه ياخد اجراء مضاد، لكن دول هما الاكثر فعالية. عايز اخد مثال لو رجعنا بالزمن لورا شوية، صواريخ SE-2 في فيتنام ما كانتش أنظمة بتحتاج لإجراءات مضادة بسيطة. خلينا نقول إن الحل المؤقت كان البودات بتاعة الحرب الإلكترونية، بس في الحقيقة الأمريكان بعد كده اضطروا يخترعوا تقنية التخفي، ودي ما كانتش تكنولوجيا ظهرت بعد كام سنة وخلاص. يعني لازم نشوف الحل المؤقت ده هيستمر قد إيه مقارنة بحل يكون أكتر شمولية أو يغير الجيل كله. في الحالة دي لو استخدمت جلوناس كنظام، غير انه على حد علمي جلوناس مش سهل يتعدل، لازم تطور الكترونيات تقدر تكتشف اذا كانوا بيخدعوك ولا لا، زي ما بيحصل مع GPS. صح؟ ازاي بيتم خداع GPS؟ يعني ازاي كان عندي كوكبة الاقمار الصناعية بتاعتي وفجأة ظهر لي اقمار صناعية ملهاش علاقة بالموضوع، ساعتها اكيد في حد بيضحك عليا. وده بالظبط اللي بتعمله انظمة تصحيح PNT اللي لازم تكون موجودة على متن المنصة. على فكرة الشركة اللي بشتغل فيها بتنتج مجموعة كاملة من الحاجات دي، واشتروا فعلا شركة متخصصة في المجال ده. بما ان دانيالي موجود، انا هستغل الفرصة عشان نقدر نتكلم براحتنا عن اللي شغال فيه الاتصال، بس بياخد حوالي 2040 دقيقة في المحاولة، واحنا متفقين على كده. احنا بنقول سلام جوه بره. وراح البار وسمع. بنصلي الوردية مع بعض كأننا على الهوا حتى لو بالتخاطر. جولة الواي فاي في 80 يوم. طيب يا دانيالي، غير انك لازم تكمل وتقولنا اللي كنت بتقوله عنه، انا كمان عندي سؤال. ايه حكاية هجوم المسؤول السابق ده، رئيس ال FBI، على ترامب؟ ازاي ظهرت الحكاية دي دلوقتي؟ ازاي؟
دانيالي انت جاهز؟ أيوة، للمرة الألف سامعيني. حلقة جديدة من الانتقام، يعني بقى لها 12 سنة من ساعة ما ترامب دخل السياسة بشكل رسمي، وفي كل مناسبة تقريبا بيطلب القبض على هيلاري كلينتون وحبس رئيس CIA السابق ورئيس FBI السابق. ولما مات من كام أسبوع مدير FBI السابق اللي هو مولر، ترامب وبذوقه السيء المعروف قال أنا فعلا مبسوط أنه مات. في تحليل اتعمل النهاردة الصبح عن موضوع كومي ده، وبيبان ان ترامب كان طلب من وزارة العدل يقبضوا عليه ويرجعوه مكبل. كومي اللي واضح انه سبقهم بخطوتين، راح بنفسه قبل ما يحصل العرض ده. واضح ان كومي غلط، لان العلامة اللي نشرها وبعدين شالها في الحقيقة كانت اشارة سيئة زي ما تقول. دي كانت حاجة مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ما كانش المفروض يعملها. ايوه باين الموضوع رايح للسواد. أنا شايف إن النهاردة موبايل دانيالي هيكون بينفجر من كتر الرسايل، بس هو قدر يخلص ولا لأ؟ على الأقل في اللحظة دي أيوه. شاطر جدا، كله تمام. لو قدر على الأقل يكمل جملة كاملة احنا كده راضيين برضو يعني. مسكين مورو اللي دايما على اتصال ودايما عنده مشاكل زي دي. بس أيوة الموضوع مثير للاهتمام. أمر قبض يعني للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. عادة اللي بيصدر أوامر القبض هو رئيس FBI. هنا الموضوع بالعكس، بس ده من وجهة نظر الاستخبارات يعني. هنا أنا عايزك يا جورجيو بيوضح لنا إن في توتر كامل، يعني أنت مشغول بموضوع كبير زي إيران وبتعمل حصار على الحصار، ولسه عندك وقت تهتم برئيس FBI السابق لحاجات زي دي، وفي نفس الوقت بيكملوا يرفدوا ناس كتير من الناحية العسكرية والاستخباراتية وكده. هيكسيت هو زي ما هو شفناه، ففاهم إن أي جنرال عنده شخصية ومسيرة مهنية يجيله واحد زي ده وعايز يزعقله أوامر، طبيعي تحس إنك عايز تديهوله كفين وتبعته على بيته. بس هو ده الوضع، وهنا في رأيي في فجوة كبيرة صح؟ يعني العسكريين كانوا عارفين كويس جدا إيه هي الحالة، وده بيشهد عليه إقالة رئيس الأركان. ومن ناحية تانية سياسيا أنت تحت أمر سياسي ولازم في الآخر تعمل اللي بيتطلب منك. طيب أنت كعسكري عندك مسيرة مهنية، إزاي بتقدر توفق بين الاتنين لما تعرف إن الأمر اللي جالك غبي ومش هتقدر تنفذه؟ أنا عارف إنك فاكر كويس وده حصل معك في ليبيا. طيب هنا طبعا أنا بقول رأيي الشخصي جدا. الولايات المتحدة عندها الوثيقة الأساسية، الدستور، اللي هو في الأساس وثيقة من نهاية القرن ال18، وتعرضت لتعديلات قليلة جدا. التعديلات المشهورة حتى هي في معظمها قديمة جدا. نظام التوازن والرقابة في النظام الأمريكي معقد جدا، وده مثال تاريخي للعالم، لكنه قديم. لما تصمم وتطور كان العالم بيتحرك ببطء أكتر، عشان كده التوقيتات اللي بيحددها النظام الأمريكي بتسيب مساحة للي بيستغلوا المناطق الرمادية اللي بتتخلق النهاردة بسبب التكنولوجيا الحديثة والمجتمع الحديث والأنظمة الحالية. دلوقتي ترامب اتعلم يتصرف زي القرش في المجال السياسي والاقتصادي الأمريكي، وبيستغل المناطق الرمادية في التشريعات. ترامب السياسي
اتعلم يشتغل في المناطق الرمادية، مش بتاعة الاختصاص القضائي لكن بتاعة الدستور. نستغل حقيقة إن النظام الدستوري الأمريكي بيد لرئيس الولايات المتحدة سلطات محدودة. أيوة، من الكونغرس، بس هي سلطات محدودة. بعدين يعني الرئيس بيصدر أمر، وحتى لو الأمر ده مشكوك فيه لازم تنفذه في الأول، وبعدين لو حصل حاجة الكونغرس هيتصرف ويظبط الأمور لو لقى إن الرئيس تجاوز سلطاته. المشكلة بقى إن في الزمن ده لما الكونغرس يتدخل الموضوع بيكون خلاص انتهى تقريبا، والكونغرس بيلاقي نفسه قدام أمر واقع. وعلشان كده النظام الرئاسي بينتهي به الحال إن السلطة التنفيذية بتتفوق على السلطة البرلمانية على السلطة التشريعية بسبب سرعة تنفيذ الأوامر اللي بيصدرها. في الأنظمة الأوروبية الوضع مختلف، لأن رئيس الحكومة لما بيصدر أمر لازم ياخد الموافقة مسبقاً، الموافقة من البرلمان. يعني بالنسبة لي كعسكري بيبقى سهل أطيع أو لا، لأني عندي أمر من السلطة التنفيذية ومصدق عليه من السلطة التشريعية. خلاص مفيش نقاش، لازم يكون فعلا أمر غير قانوني، واضح إنه غير قانوني عشان أرفض أطيعه. وبرضو أنا محمي في اللحظة اللي أرفض فيها أطيع، لأنه القانون بيقول إني لازم أرفض أطيع أمر واضح إنه غير شرعي. في أمريكا مش كده؟ لأن في أمريكا كعسكري لازم تطيع سلسلة القيادة بتاعتك اللي بتوصل في الآخر للرئيس الأمريكي القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي بأكد تاني بيحاسب قدام الكونغرس. بس بعدين مش محتاج إذن فوري، يعني أنا كعسكري في اللحظة اللي بدرك فيها إن الأمر اللي بستلمه في أمريكا ده غبي غلط وبيضر بلدي وبتماسك قواتي المسلحة، كل اللي أقدر أعمله إني ألفت النظر لكده. أيوة، على فكرة إكسايت من كام شهر شالوا كمان كتير من محامي الجيش، لأني شايف إنهم كانوا عارفين إنه كتير حيروحوا هناك، وهم دول اللي المفروض يدعموا العسكري لما يلاقي نفسه في موقف زي ده. يعني في شوية تخطيط مسبق وهم عارفين إن هيكون في مقاومة. أكيد، بس كمان في نقطة، إني لو أنا مش عايز أطيع الأمر ده خالص قدامي حل واحد بس، أقدم استقالتي. بس لو قدمت استقالتي أنا كمان عارف إنه حيحط مكاني حد أقل كفاءة مني، بس لمجرد إنه حيسمع كلامه. وعلشان كده أنا اللي مسؤول عن حياة الرجال لازم أسأل نفسي، لو أنا قدمت استقالتي مش ممكن كده أعرض حياة عدد أكبر من أفرادي للخطر؟ مش ممكن أضر بلدي أكتر كمان؟ ترامب فعلا بيحط العسكريين الأمريكيين في موقف أخلاقي لا يمكن تحمله، واشمئزاز الشخصي منه جاي بالأساس من ده. أنا حاسس، وكمان لأني لسه على تواصل مع بعضهم بمعاناة زمايلي الأمريكان، فعلا بتألم معاهم لأنهم ملهمش مفر، مش عارفين يعملوا إيه في الموقف ده وحاسين بالإحراج. هما في موقف مفيش ليه مخرج. لو استقالوا يبقى هروب من المسؤولية، ولو ما استقالوش لازم يطيعوا أوامر واضحة إنها غلط. آسف كده كمان بجاوب على السؤال ده. ضابط عسكري نرويجي في مقال في ارتيكل
مش عارف إذا كان مكتوب بالإيطالي فعلا. بعدين كتب إنه الأسطول الروسي كبير جدا ومتقدم. شكرا. انهي واحدة؟ اللي تحت المية في البحر الأسود، عشان معظمها انتهى هناك تحت مجال الغواصات. أيوة متقدمة، لازم نقول كده. في المجال تحت المية دايما صرفوا عليه وقدروا يحافظوا على مستوى معين حتى لو تعبوا جدا بعد كده. على أي حال عددهم قليل دلوقتي. من ناحية العدد هي مش بحرية كبيرة، وبالعكس تاريخيا البحرية الروسية عمرها ما عملت حاجة كبيرة، لا في الحرب العالمية التانية ولا في القرن العشرين. قليل جدا لما حاولوا، وبحيي أوتسوشي، بس نقدر نقول إن الموضوع مش في دمهم يعني. المعركة تحت المية موضوع تاني خالص، وهناك كانوا متقدمين جدا، على الأقل لحد نص الثمانينات كانوا في قمة التطور. النهاردة لو بصينا ما بقاش فيه كتير من ده. أسطول الغواصات موجود، وعشان كده في صراع دايم بين. اتكلمت عن تعاون بين الإنجليز والنرويجيين علشان يعملوا ردع ضد النشاط الروسي تحت المية في بحر الشمال، وكمان على ما أظن في بحر البلطيق. لازم نقول إن فنلندا كانت محايدة بس مع النرويج والسويد وهكذا. حطوا عدد كبير جدا من العوامات الصوتية وأجهزة الاستشعار تحت المية، لدرجة إنه لو كان في غواصة سوفيتية بتعدي كانوا يعرفوا لدرجة إن هم ممكن يمشوا فوقها. وده حقيقي، كانوا عارفين كويس جدا إيه اللي بيتحرك. خلينا نقول لما تخرج في بحر الشمال بيكون أكبر شوية. في القطب الشمالي الوضع مختلف. بس أنا بفكر مصدرك إنه لما غرق الكورسك حتى عشان يسترجعوا الحطام بس اضطروا يطلبوا مساعدة من النرويجيين. لو ما كانوش استنوا كانوا أنقذوهم كمان. بالظبط. إنهم استنوا أيام وكده في مأساة كورسك. أسطول فعلا بيسبب مشاكل، لأن غواصة نووية واحدة كفاية تسبب مشاكل، خصوصا لو كانت غواصة صواريخ باليستية وبتطلق صواريخ استراتيجية وكده. بس مش أسطول يقدر يسبب مشاكل حقيقية لأي دولة. تخيلوا ان الاستراتيجية البحرية الروسية اللي اتعملت ايام الحرب الباردة كانت انهم يملوا السفن زي علب الهدايا، ولو دخلوا في مواجهة مع البحرية الامريكية يضربوا كل اللي يقدروا عليه عشان يعملوا اكبر خسائر ممكنة للامريكان، لانهم كانوا عارفين ان باقي الاسطول هيغرق، فكانت تقريبا زي مدينة. والبحرية الروسية بتشتغل على الوقت. وقت لموقع تشغيلي. كنت بقرأ إن بحر البلطيق ضحل جدا، يعني الموضوع سهل في الأساس. المنفذ الوحيد هو مورمانسك. يعني أي وحدة بحرية روسية بتشتغل في القطب الشمالي اللي صعب تلاقيها هناك. في الآخر لازم تروح تتزود بالوقود، والتزود بالوقود ممكن يحصل في قاعدة بحرية واحدة بس في آخر فيورد. كل الناس عارفة مكانها فين، عشان كده أول ما الوحدة تخرج لازم تنفذ مهمتها، وهي عارفة إنها مش هتقدر تنفذ أي مهمة تانية. يعني التهديد البحري الروسي ضد النرويج ممكن يستمر شهر أو 2، وبعد كده هيفضلوا ال4 غواصات نووية المتاحة بس. دول بيقدروا يفضلوا أكتر من 4 شهور، بس بيبقوا في مستوى حرب القراصنة زي اللي كان بيعملها الألمان في الحرب العالمية الثانية، مش أكتر من كده. ليهم تأثير استراتيجي أكتر من إنهم يسببوا إزعاج وخلاص. بس لو تقدر تتدخل في أسطول البحر الأسود يبقى الموضوع كبير. اهدأ، ما تستفزنيش. أنا شايف التدفئة شغالة في قطاعات كييف وكيروف ومينسك وسفردلوف. ما تقلقش، أنا حافظ الكلام ده عن ظهر قلب. وسط كل اللي بيحصل ده في كمان التصريح ده من ترامب: الولايات المتحدة بتدرس وبتراجع، أو باختصار إمكانية التخفيض. القوات في ألمانيا اللي كانت اتخفضت أصلا من التسعينات واللي بيتم تقليلها دلوقتي كانت زادت شوية مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. لو مش ناسي غلط من 45,000 55,000 حاجة زي كده.
بص الإشارات دي، أو حتى لما ترامب في وقت من الأوقات قال نطرد أسبانيا من الناتو، مفيش آلية أصلا لطرد دولة من الناتو. لا، هو مش عايز يخرج، هو عايز يطرد الباقيين كلهم، زي طائر الوقواق كده. عارف ازاي فرخ الوقواق بيتحط في العش وبعدين يرمي الباقيين كلهم بره. نظريا فيه آلية التعليق، بس لازم تتوافق عليها الأغلبية، يعني تقريبا بالإجماع من مجلس شمال الأطلسي. يعني كل الدول، باقي الدول لازم كلهم يوافقوا على تعليق عضوية عضو واحد. ومن المحتمل أكثر إنه كلهم يتفقوا على تعليق عضوية الولايات المتحدة بدل ما يتفقوا على أي حاجة تانية. لو سمعنا كلام ترامب حيقول نعلق عضوية إسبانيا، يعني بلاش الكلام ده. احنا فعلا وصلنا للمعزلة. اللي ممكن يصدقوا الكلام ده بس هم اللي مقتنعين إن الناتو مالك للولايات المتحدة وإنهم بيعملوا فيه اللي هم عايزينه. وسيبنا من قناعاتهم دي، احنا عارفين كويس جدا إنه ده مش صحيح. حتى تقليل القوات في ألمانيا على فكرة على حد علمي ده محتاج موافقة الكونغرس. يعني هنا تاني هنكون في موقف هو يقدر يصدر أمر بس في نفس الوقت مش قانوني بالكامل. إيه اللي هيحصل في الآخر؟ تاني صدام مؤسسي في أمريكا؟ عشان كده لا، هنا تاني ترامب بيبالغ في الكلام، وهو كأنه بيلعب لعبة استراتيجية عالمية ضخمة، ومعاه أكبر لعبة في العالم تحت إيده. الولايات المتحدة الأمريكية بكل أدواتها، بما فيها الأدوات العسكرية اللي بتسليه أكتر، وهو عايز يلعب في أكبر ملعب في العالم، واللي للأسف الشديد هو العالم نفسه. بس هو مش مدرك فعلا هو بيعمل إيه. سؤال لجورجيو مش لأورو، بس الأعداء هم اللي بينادوه أورو. بعد 3 سنين هل ممكن يرجعوا الجنرالات اللي اتفصلوا في إدارة جديدة؟ إزاي ممكن نتعافى من الكارثة دي؟ طبعاً لو الكونغرس مرر قانون بيعمل فوضى إدارية، نظرياً السلطة التشريعية تقدر تعمل كده، ولو الرئيس وافق يبقى ممكن يتعمل. بس هيكون مشكلة كبيرة جداً إنك ترجع ناس للخدمة وهم أصلاً اتبدلوا بناس تانيين في الفترة دي. يعني أنا الجنرال بي بيتطلب مني إني أبدل الجنرال A اللي اتشال من منصبه، ولما يطلبوا من الجنرال A يرجع، أنا الجنرال بي اللي ماليش ذنب وكنت في مكاني الجديد. خلاص نقلوكوا كل حاجة وخسرتوا كل حاجة كنت فيها، إزاي أرجع ورا؟ إدارياً ده كابوس. وكمان لأنه بوليا كان في منصب عالي، يعني مش أي حد تقدر ترجعه ورا، مش هتجيب رئيس أركان وترجعه تاني. كل اللي يقدروا يعملوه هو اللي بيتسمى إعادة بناء المسار الوظيفي ويدوله ترضية إدارية بس مش ممكن يرجعوهم للمنصب اللي كانوا فيه. للأسف الناس دي ضحايا موقف وظروف تاريخية حطتهم في الوضع ده. هو لسه قايل لؤلؤة تانية، خبر عاجل. وهنا بقى بتبدأ مناقشة كبيرة. في رأيي الأمريكان دول احتلونا في إيطاليا وإحنا أعلنا الحرب. بالنسبة لنا مصاريف الجيش هتزيد ولا هتقل في رأيكم؟ خلينا نشوف لو استخدمنا شوية منطق. عندنا هرمز كبير، عندنا هرمز فعلا، قبالة سواحل صقلية. احنا عندنا هرمز قريب مننا. احنا معتمدين في الاستيراد والتصدير على طرقنا البحرية، ولحسن الحظ احنا بنتاجر اكتر مع اوروبا عن باقي العالم. بس جزء كبير من الاستيراد بيجي من الخارج، بيجي من بحار تانية يعني. مش صدفة إن عندنا البحر المتوسط موسع جدا، لدرجة إنك حتى لو عندك 3 فرقاطات مش هتقدر تغطيه. كتير من الناس مش بياخدوا بالهم، بس أنا كمان مع إيطاليا المستقلة اللي يكون ليها قيمة استراتيجية وليها جيوسياسة خاصة بيها
وتقدر كمان تمارسها. المشكلة انك لازم يكون عندك قوة حقيقية. الحاجات المجانية مش موجودة. لو لقيتوا حرية استراتيجية من غير سلاح قولولي، لأني عمري ما شفتها في التاريخ. لو مشيوا هنضطر نصرف مش اللي بنصرفه دلوقتي أكتر بكتير. هنرجع لمستوى مصاريف التسعينات. لو عايزين نكون أيوة كتير. بس ده من وجهة نظرنا. من وجهة نظر أمريكا بقى الموضوع كمان أكثر إثارة، لأن خلينا نقول إن الولايات المتحدة بتسحب قوتها. جزء من اللي هيحصل بعد كده في اللحظة دي هو إنه هيظهر كابوس إداري، لأن إيه اللي هيحصل لكل المعدات الأمريكية والبنية التحتية اللي مملوكة لأمريكا واللي موجودة في أوروبا؟ وإيه اللي هيحصل لها؟ هيسيبوها لنا بالإيجار ولا هنقوم بتأميمها ولا هيسيبوا حد يحرسها؟ عندنا نموذج نقدر نقتدي بيه، صح يا جوجو؟ زي اللي حصل لما الاتحاد السوفيتي اتفكك. الدول ورثت سواء كان كويس أو لأ معظم الحاجات، حتى لو الجزء الأكبر رجع يعني للمصنع الأصلي اللي هو بولندا. في وقت من الأوقات لقت نفسها عندها عشرات القواعد اللي ملهاش لازمة ومش عارفين يعملوا بيها إيه، عشان كانت بتستضيف جيش ضخم جدا. في حاجات ما ينفعش ببساطة تتفك وتتجاب تاني. على الناحية التانية من الأطلنطي لكن كمان في جانب استراتيجي بحت. دلوقتي بعيد عن كل حاجة، أمريكا محتاجة أوروبا في الأساس، لأنها قاعدة عمليات بيستخدموها عشان يفرضوا سيطرتهم الاستراتيجية على العالم كله. لو هم خسروا القواعد بتاعتهم في أوروبا بمزاجهم زي مثلا سياسة ترامب، هيقدروا يدعموا إسرائيل إزاي؟ ده هيكون مثير للاهتمام. الموضوع هو هما هيبدأوا منين؟ المفروض نعمل لايف حلو عن كده. الأمريكا سينسا القدرة على إسقاط القوة. إحنا بنشيل كل القواعد بتاعتهم من أوروبا. فاكر المعلومة اللي نشرناها وقت اللايف اللي عملناه؟ كل 10,000 طلعة اللي عملوها خلال حملة ايبك فيوري كلها انطلقت من أوروبا، من قواعد أوروبية، وده كان أمر لا مفر منه. حاملات الطائرات. حاملات الطائرات عملت قليلا جدا. جيوسياسيا أوروبا لسه في المركز. الولايات المتحدة جغرافيا في مكان تاني عشان يقدروا يبسطوا قوتهم على باقي العالم. من غير أوروبا، من غير إمكانية يتمركزوا في أوروبا أو يرتكزوا عليها، مش هيقدروا يعملوا كده في الشرق الأوسط. هم ما بقوش ليهم أي قيمة. ثاني يوم بعد ما يسيبوا القواعد الأوروبية ويروحوا دييغو غارسيا مش هيعرفوا يوصلوا هناك حتى. هم هيفقدوا الشرق الأوسط بالكامل، وأفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية وكل المحيط الهندي. يقدروا يبسطوا قوتهم لحد جزيرة جوام، وفي المحيط الأطلسي لحد غرب إفريقيا وخلاص. في موضوع تاني، الحرب في العراق أثبتت إن حاملات الطائرات بدأت تظهر عليها كل علامات التعب من الحرب، لأننا شفنا إن حاملات الطائرات لازم تبعد أكتر من 800 ميل عن الساحل بسبب مشاكل طبعا، وده أكتر بكتير من مدى 550 ميل لطائرات F-35، وده بسبب مشاكل واضحة في التعرض للخطر. ومن غير القواعد الأوروبية فورد كانت هتروح فين عشان تتصلح؟ نسيبك من خليج جودة، كانت لازم ترجع لحد نورفولك. يمكن كانت لسه بتوصل دلوقتي وهي بتعرج. أنا مقتنع إنه عصر حاملات الطائرات انتهى من زمان كمان. أنا شايف الصينيين بيجروا ورا حاملات الطائرات زي ما كانوا بيجروا ورا السفن السريعة في الثلاثينات، وكان الموضوع انتهى وإحنا ما خدناش بالنا. وكان في ناس محترمة محللين ومؤرخين عسكريين كانوا بيكتبوا عن الموضوع ده من العشرينات لما كانوا بيجربوا أول حاملات طائرات إنجليزية. ملهاش لازمة، حاملات الطائرات بيهجم عليك من على بعد 1000 كيلومتر وما بتشوفهاش حتى. الأحسن
نبني الحاجات دي وبس. وبشوف يمكن ده جزء كمان من التحليل الأمريكي، يعني نستغل القوة دي طول ما هي موجودة، لأن الفترة دي يعني قربت تخلص. بص في الموضوع ده، فاكر كان في حلقة مثيرة جدا من دوراشينيل في المجال ده لما اتكلم عن تطور القوة الأمريكية والعقيدة بتاعتها. الحاجة دي صحيحة جزئيا. يعني لو تفتكر لما بنوا أول حاملات يعني ليكسينغتون وساراتوجا اللي هم التوأم اللي عندهم المدخنة الكبيرة، يعني ليكسينغتون وساراتوجا دول كانوا الأولانيين. القوات الجوية البحرية كانت لسه بتتكون من طيارات ذات جناحين، وما كانتش عندها القدرة تشيل توربيدات تقيلة قوي. يعني فعلا كان لسه في سبب، يعني الطيارات كانوا بيشوفوها أكتر كأنها أدوات صغيرة للمراقبة مش أكتر. يعني القدرة الفعلية على توجيه ضربات لبارجة كانت قليلة جدا. عشان كده كان لسه في نوع من في الاستثمار في حاملات الطائرات وترك الحلول اللي كانت معروفة وفعالة زي البوارج. وبعدين حصل الانتقال ده لما ظهرت طيارات أسأل وقدرت تشيل توربيدات أسأل وقاذفات قنابل. يعني حصل انتقال سريع جدا في الثلاثينات، وده غير الفلسفة دي. بس احنا شوية في نفس الوضع ده. الحرب في أوكرانيا والحرب في إيران هم فعليا كده الانتقال ده بين تكنولوجيا لسه بتعتبر مساعدة زي الطائرات المسيرة وصواريخ مضادة للسفن، لوضع بقت فيه الحاجات دي فعليا بتغير المشهد من ناحية التسليح. دي وجهة نظري كشخص مش خبير، يعني نقول كده. مش عارف، فولر حتى في العشرينات كان بيكتب عن ان الطيارات ذات الجناحين ممكن تشيل توربيد، ومش صدفة ان البيسمارك اتصابت. ايوه بتاع سمارت فيش. ايوه ده صحيح، بس يعني في اوائل الثلاثينات ما كانش لسه موجود. وكمان لو فاكر ان اغلب الاضرار حتى في ميدواي اتعملت عن طريق قذيفات القنابل اللي بتنزل عمودي بتوع روسي اورلاندي. بس دلوقتي عشان ما نخرجش عن الموضوع، ماشي. في بداية الحرب كانوا سيئين جدا، يعني ما عدا القذف بعيد المدى الياباني، بس ده موضوع تاني خالص. بس أيوة يعني كان في ناس شايفين فيه إمكانيات، وكان فاضل شوية على التطبيق العملي. صح، الوسيلة كانت موجودة. كان هيبقى أقوى وأشد، زي ما تشوف عربية بعد 10 أو 15 سنة، صح؟ وانت عارف انه بعد 20 سنة أكيد هتبقى أسرع، وممكن كمان تبقى مصفحة. بصراحة أنا شايف كده في البوابات. انا شايف حد فكر فعلا في الموضوع ده. ممكن كمان نحرق الكبارة يا جورجيو، حتى البروكسي والقدرة على إسقاط القوة، لأننا أكيد هنستغل ده، والمورد ده في الآخر هيقل. فالافضل نجمع كل حاجة دلوقتي سواء من الحلفاء، ونعيد توزيع العبء العسكري كمان. يعني ننسحب من هناك وكل واحد يدفع من جيبه، ونحاول نجمع فلوس قبل الانسحاب أو المواجهة اللي هتحصل أكيد. اصبروا شوية، الكلام ده شكله منطق بتاع جيمر أكتر من إنه منطق رجل دولة، علشان يستعمل. وده في الأساس اللي ترامب عليه. هو لاعب، هو بيلعب. بس لو أمريكا بدأت تتنمر خصوصاً على حلفائها، معتمدة على إن قوتها العسكرية دلوقتي بتسمح لها بكده، وهي عارفة كويس إن بكرة مش هتقدر تعمل كده، بس معلش، ده انتحار دبلوماسي، انتحار استراتيجي. يعني انت عارف إنك هتضعف وكمان بتدور على أعداء لنفسك؟ بالضبط، في اللحظة اللي انت فيها بتضعف هي اللحظة اللي لازم تحاول فيها تكسب أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. بس هو مش بيفكر زي أميزي، هو بيفكر بطريقته هو. يعني أنا كده كده بعد 4 سنين مش هكون موجود. دي لحظتي إني ألعب. معايا اللعبة وعايز أستخدمها، مش عايز أعمل زي اللي قبلي اللي كان معاهم اللعبة وما استخدموهاش أبداً. أنا عايز حاجة كنا بنتكلم فيها أنا وميركو امبارح وإحنا بنتكلم في التليفون.
دلوقتي شفنا ان الصواريخ الباليستية الإيرانية وصلت دلوقتي لمدى 4000 كيلو متر. يتهيألك ان الموضوع من 4000 يوصل ل 10000؟ أظن ان القفزة دي خصوصا لو النظام فيه نظام ملاحة من أطراف تانية زي الروس أو الصينيين في الآخر كده، الموضوع كله إنهم يعملوا أنابيب أكبر شوية بأنظمة متطورة أكتر شوية. ومش شرط على فكرة، كنت قريت كمان حاجات بتقول وده شبه نظريات مؤامرة، إن كوريا الشمالية سلمت صواريخ باليستية عابرة للقارات. تخيل لو نون ما اتفرجش كتير على مسلسل طيران اللي كان فيه الكوريين الشماليين. بس عارف ايه الموضوع يا فاردو؟ لو قطعت عليه، لو انت عايز توصل ل10,000 كيلو متر، احنا مش بنتكلم عن قصف استراتيجي، احنا بنتكلم عن قصف نووي، لأن القدرة على نقل متفجرات للمسافات دي موجودة بس قليلة جدا. يعني انت هتضرب عليا 100 صاروخ 10,000 كيلو متر، هتعمل ايه فيا؟ قاعدة جوية، مركز بيانات. ده منطقي أكتر، مركز بيانات. مركز بيانات ولا مصنع أشباه موصلات في أريزونا. الحاجات دي بتعمل مشاكل، دي نقطة تعطل حرجة للبلد كله. وكمان في قطع حساسة جدا، دي حاجات فعلا ولسه ما حسدناش التأثير النفسي. بسلاح واحد حامل الطائرات بتكلف 13 مليار ونص دولار. تقدر تعمل كم صاروخ باليستي ب 13 مليار ونص بأسعار التكنولوجيا دلوقتي؟ أهلا، مش لازم. هو بالضبط الكلام ده، إن الطيارات ذات الجناحين بدأت تتعلم تستخدم التوربيدات. خلينا نشوف مين اللي بيطور الصواريخ الباليستية. الأوكرانيين بدأوا يطوروا الصواريخ الباليستية من جديد، كانوا بينتجوها زمان، كانوا بينتجوا الSS-18 وكانت بتتعمل هناك في أوكرانيا. أكثر صاروخ باليستي اتصنع بكميات كبيرة في التاريخ. التكنولوجيا دي عند الكوريين الشماليين، وقريب هتبقى عند الإيرانيين، وكل الناس بقت عندها. يعني وجود مراكز بيانات متجمعة من غير أي حماية فوقها، ده موضوع لازم نبتدي نفكر فيه. ده كمان الأهداف هتتغير، يعني مش هيبقى الهدف حملات الطائرات، ممكن تبقى الSMC أو الشركات الكبيرة جدا المنتجة. أهداف عالية القيمة، مش الهدف العسكري التقليدي، لكن حاجة صعب تتعوض أو تتجدد بسهولة. لو ضربت ASML في اندوفن كده انت قضيت على تريليون من الحاجات، وده اكتر بكتير من حمل الطائرات اللي مع كامل الاحترام تعتبر جهاز بيحمل تكنولوجيا قديمة جدا. لو ضربت الشركة الوحيدة اللي بتصنع أشباه الموصلات زي انتل مثلا في أريزونا، الشركة دي استراتيجية يعني. وده نفس التفكير اللي كان موجود وقت قصف مصانع كرات المحامل في ألمانيا، لأن كل حاجة كانت محتاجة كرات تحميل. أو زي مصانع بيركوت اللي كانت بتعمل هدرجة البنزين، واللي كانت بتنتج البنزين الصناعي في ألمانيا. ده سؤال كويس يا جورجيو. في رأيك في خطة مخفية ورا اللي بيحصل كانت هتظهر قريب، ولا هو مجرد واحد مجنون اتعلم من الفوضى؟ لأنه ممكن يكون فعلا مش طبيعي شوية وبيستغل فكرة إنه ما عندوش مستقبل، فمش فارق معاه يعمل إيه مع أمريكا ومع العالم. بس ممكن فعلا ما يكونش فيه، مش بقول فيه توازن سياسي أو حاجة، لأنه كان كاسح ومحدش يقدر يقف ضده. بس معقول القوة الداخلية المدنية والعسكرية ما عندهاش أي حاجة؟ في بند بيقول إن رئيس الدولة مش قادر يفهم أو يتصرف. بس البند ده بيشترط إن اللي يقول كده هو نائب الرئيس. انشره. يا إلهي. لا، ده اللي كنت بقوله قبل كده. الدستور الأمريكي اتكتب أساساً في القرن ال18 وما تطورش كتير من وقتها. العقلية فضلت زي ما هي، الرئيس عنده السلطة وبيعمل اللي هو عايزه. لو الرئيس غلط السلطة التشريعية بتتدخل بعدين. وعارف قالوا ايه؟ ماشي، المنطق هو كده. ممكن يطلع واحد مجنون، بس التاني لا. ايه الاحتمالات؟ المشكلة إنهم ما حسبوش احتمال إنه رئيس مجنون أو حتى جبان. خلينا نستخدم الكلمة دي، يقدر أو قدر كمان يسيطر على الحزب.
أول ما يسيطر على الحزب أو حتى قبل ما يبقى رئيس، لو هو سيطر على الحزب وكسب الانتخابات حيبقى عنده الأغلبية في الكونغرس، وتحت إيده حيبقى عنده ناس مخلصة ليه وبس. في اللحظة دي محدش هيقدر يسيطر عليه تاني. شكرا. ما كانش متوقع إن شخص زي ده ممكن يوما ما يتم انتخابه، بس للأسف في عصر السوشيال ميديا اللي فيه الناس بتتأثر بالمظهر الحلو والكاريزما ومش بالضرورة بالمحتوى العقلي أو فكر رجل الدولة، للأسف الوضع بقى كده. يعني دلوقتي في فعلا خطر وجود رئيس دولة منحرف، للأسف ده واقع. والدول اللي ما عندهاش نظام دستوري يقدر يسيطر عليه بتتعرض لمواقف زي اللي الأمريكان فيها دلوقتي. للأسف إجابتي على السؤال ده إني شخصياً وصلت القناعة إنه لأ، مفيش حد بيراقبه أو بيحكمه، زي ما بوتين مفيش حد بيراقبه برضه. الاتنين شخصيات قدروا يوصلوا لسلطة شبه مطلقة وبيعملوا اللي هم عايزينه على حسب قناعاتهم وتقديراتهم الشخصية. مفيش حد قادر يحد من سلطتهم، وعشان كده يقدروا يعملوا ضرر كبير جدا. هم مقتنعين إنهم بيعملوا الصح. احنا كده في ورطة. حد كان بيذكر ستيفن ميلر، ودلوقتي في جدل داير انه استخبى ورا مراته الحامل. بس ممكن أرجع للحظة لموضوع الصواريخ اللي كنتوا بتتكلموا عنه قبل كده. ايوه اتفضل. كنت شايفه موضوع شيق جدا. اكثر اثارة من ستيفن ميلر اللي كان مستخبي ورا مرته الحامل اكيد. جون عمل فقرة عن الموضوع ده وكانت جامدة جدا، اتفرجوا على جون ستيوارت هيموتكم من الضحك فعلا. الكلام عن إن الصواريخ دلوقتي بقت أرخص من حاملات الطائرات فعلا صح، بس أقدر أقول إن الرد على كل ده بدأ يحصل فعلا بشكل كبير. لأني لو بصينا دلوقتي على العالم هنلاقي إن السباق الأهم في الحصول على أنظمة التسليح هو في الدفاع الجوي والقدرة على التصدي للصواريخ. دي أكتر حاجة عليها طلب، وأكتر حاجة متطورة، وأكتر حاجة الدول بتحاول تحصل عليها قبل أي حاجة تانية، وأوكرانيا أولهم. أول حاجة بتطلبها هي الدفاع الجوي، مع أن في الحقيقة بالنسبة لهم مش أساسي خالص في إدارة الحرب، لأنه ملوش تأثير مباشر على العمليات في الجبهة، بس ليه تأثير سياسي كبير جدا لدرجة إنه بقى هدفهم الرئيسي إنهم يقدروا يحققوا دفاع جوي موثوق فيه. وده اللي احنا كمان مركزين عليه في أوروبا. دلوقتي في الوقت اللي فيه سباق على الصواريخ البالستية، فيه كمان سباق على الدفاع الجوي. وفي المرحلة دي غالبا التحالف أو مجموعة القوى اللي هتقدر توصل لنظام دفاع جوي متكامل وموثوق أكتر هي اللي هتقدر تحصل على المكانة الاستراتيجية الأقوى على مستوى العالم. ولازم نضيف على ده مستوى تاني من الأهمية، وهي القواعد، وتوفر القواعد على مستوى العالم. لأن الكلام المشهور عن حاملات الطائرات هو إنه حاملات الطائرات ليها أهمية كبيرة لما يكون في كمان توفر كبير للقواعد المنتشرة حوالين الكوكب. لأنه فعلا في اللحظة اللي فيها فورد اللي بتشتغل في البحر الأحمر يحصل لها مشكلة ولازم ترجع لنورفولك، في الحالة دي فورد ملهاش أي لازمة. لكن لو فورد تقدر تقف في سود باي يبقى لأ، ساعتها لسه ليها قيمة. يعني في اللحظة اللي فيها دولة عندها دفاع جوي خصوصا ضد الصواريخ وعندها قواعد منتشرة في العالم، دي قوة عندها إمكانية نمو على المستوى الاستراتيجي. سؤال: الولايات المتحدة عندها قدرة دفاعية ضد الصواريخ البالستية بشكل كبير، بس في اللحظة اللي يخرجوا فيها من الناتو
هيفقدوا القواعد، لأنه لازم نفتكر أن معظم القواعد الأمريكية في الحقيقة موجودة في أراضي بريطانية وفرنسية. الجزر المنتشرة حوالين العالم بريطانية وفرنسية. يعني في الآخر بشكل غريب القوة اللي عندها قدرات مضادة للصواريخ وقواعد منتشرة حوالين العالم هي أوروبا. أنا فعلا دايما كنت بسأل نفسي ليه الصينيين مهووسين بحاملات الطائرات دي مع إن خصمهم نظريا على بعد 60 كيلومتر بس من سواحلهم. في رأيي ده شوية بسبب الموضة اللي كل الدول ماشية وراها، زي ألمانيا اللي عملت واحدة من أكبر القوات البحرية في الحرب العالمية الأولى مع إنها كان عندها أصغر مستعمرات بين كل الدول. ايه اللي كانت هتعمله بالبحرية القيصرية اللي حتى ما كانتش قادرة تخرج من المواني من الدنمارك؟ الصراع التجاري، ألمانيا كانت بتستورد وكانت دولة صناعية وهكذا، عشان كده كان عندها 20 بارجة و12 طراد. ما كانوش كفاية. مش أنا بستعمل. لا، لأن إنجلترا كان عندها أكتر. بس فعلا اللي قاله جورجيو صح، لازم يكون عندك قواعد عسكرية، لأنه من غيرهم حتى لو عندك حاملات الطائرات الرهيبة دي هتلف حوالين الجزيرة اللي قدام بيتك ومش هتروح في أي حتة. القواعد دي مستعارة زي ما بنقول عندنا من القوى الاستعمارية القديمة، لأنها فعلا ميراث استعماري زي دييغو غارسيا والأماكن دي. ما نضحكش على نفسنا. وفرنسا عندها أكتر من إنجلترا. أيوة فعلا، أيوة عندها أكتر متوزعين كمان في أوكيانوسيا، منطقة كاليدونيا الجديدة والمناطق دي. كلمتين عن بالونتير. اليومين دول في لخبطة كبيرة حتى في مجال الدعم والذكاء الاصطناعي. البنتاجون وغيرهم يعني شخصيات مثيرة للاهتمام. ملاحظة صغيرة وانت بتتكلم عن الصواريخ، فعلا في بحث كتير في الموضوع على مستوى الدفاع، بس الأمريكان متأخرين شوية في موضوع الصواريخ الفرط صوتية، ويبدو انهم عايزين يجيبوا نظام دارك ايجل. اتكلمنا عن المقال اللي كنت بوريه لكم من جريدة، وخد بالك ان الجرائد دايما. مبسوط اني شايف ان المستوى السيء مش بس عندنا في ايطاليا، ده كمان بره ميدل ايست اي وحاطين اي مارس. ماشي. ممكن يكون في حاجة، أنا مش عارف كتير، بس عارف إنهم طوروا نظام لتحديد الأهداف، وده اللي اتطبق في المدرسة دي وهم كانوا مصدقينه. بس في أصل عسكري ظهر مؤخرا وده كان شيء مثير جدا للاهتمام، عن النسخة الصينية اللي عندهم، اللي بتعمل تقريبا نفس الشغل، بتجمع معلومات من السوشيال ميديا وبتنشئ منها حاجات. قدروا مثلا، وصدق أو لا تصدق، أن الصينيين مجتمع متتبع يحددوا البيتو بس عن طريق استخبارات المصادر المفتوحة وكده. عن طريق تتبع الاتصالات المدنية بين البيتو وأبراج المراقبة في مطارات مختلفة. فبمزج يعني المعلومات المختلفة زي حركة الطيران، الاتصالات مع المطارات ومعلومات تانية كتير، قدروا فعليا يتتبعوا جزء من الأصول. ماركو من غير زعل، أنا كنت عارف، قلت هيهاجموا في آخر أسبوع من فبراير وأنا عرفت اليوم بالظبط. يعني مش محتاج عبقرية ماركوني. كانوا بينقلوا 150 طيارة، كل العالم شافهم، كانت واضحة، العربيات كانت بتتحرك، حتى القوات كمان. انك تعرف هم بيعدوا منين في اللحظة دي وبيعملوا ايه، ده موضوع تاني خالص، خصوصا انك ترتب كل المعلومات دي. حاجة انك تعرف بشكل عام، وحاجة تانية خالص انك يكون عندك فكرة عن اماكن المعدات دي وبيعملوا ايه وده موضوع مختلف تماما. يعني مثلا خلينا ناخد مثال، الراجل اللي بيعدي بالعربية وبيقول بكلام مشفر، هو لاحظ ايه حالا على ممر الإقلاع او العربيات اللي راكنة جنب الهناجر في قاعدة عسكرية في منطقة من الشرق الأوسط او في مطارات تانية حساسة؟ يعني نقدر نقول ان السفن المسطحة مش موجودة في مارس. ايوه فعلا. لا، ده اللي قالته الجاسوسة اليابانية لبيرل هاربر، اظن كده. الموضوع كبير. بس جمع كل ده مع بعضه، بس اليابانيين فقدوا موقعها كمان في اللحظة اللي كانت فيها أكتر أهمية. فاكر؟ الطائرة المائية المشهورة اللي كان المفروض تهبط، لقتها محروسة وما قدرتش طبعا تتزود بالوقود.
وعشان كده ما كانوش يعرفوا ان حاملات الطائرات كانت خرجت بالفعل من الميناء. احنا بنتكلم عن ميدواي، احنا بنذكر ميدواي، وده موضوع بين الناس اللي بتحب التاريخ يعني. لكن الموضوع هو أنظمة الأوسنت، أنظمة بتدمج معلومات جاية من مصادر كتير شكلها مش مهمة في الأساس. سرية وغموض المعلومات دلوقتي بقت بتختفي. ولا حاجة. يمكن عشان كده الصواريخ الباليستية رجعت. انت عارف كويس هي طالعة منين، وعارف كويس هتوصل فين. لأنك فعلا بتحسب المسار بتاعها بموتوريلا. على سيرة النيرد 68.0 أشهر دي بس بعدين حاول تعترضه. أنا مش متفق تماما مع جورجيو في بعض الحاجات، لأن أعتقد أن المعركة ضد الصواريخ هي واحدة، خصوصا مع الصواريخ اللي بتتحرك وهكذا وهكذا. هي معركة مش هقول خسرانة، بس دايما بتكون متأخر بخطوة، لأنك لازم تتوقع إيه اللي هيعمله حصان مجنون. أنا هنا بتكلم مثلا عن الصواريخ الفرط الصوتية، لازم فعليا تتوقع إيه اللي هيعمله حصان مجنون، والسباق ده هيخلي استهلاك الطاقة يزيد أكتر وأكتر. يعني الصاروخ الاعتراضي لازم يبقى عنده طاقة أكتر وأكتر، وده بيخليه أغلى بكتير، ولازم تضربه في مرحلة بدري جدا أو في المرحلة النهائية، لأن المراحل اللي في النص بتبقى صعبة جدا في التعامل معها. ومش عارف، شايفها سباق شاق جدا، الموضوع معقد قوي. زي الانزلاق، المركبة بتبقى فعلا حاجة معقدة جدا وصعب السيطرة عليها. الGV أو والأسوأ من كده المركبات الفائقة السرعة، يعني اللي هي النقية فعلا. أنا شايفها دايما سباق، دايما متأخر بخطوة في الطريق دي بين المدفع والدروع. والأسلحة اللي بتستخدم الطاقة المباشرة ممكن ما تكونش هي الحل. الأسلحة الكهرومغناطيسية أثبتت إن في تآكل في ماسورة السلاح. خلينا نفتكر اليابانيين بيعملوا إيه دلوقتي. اللي لسه عندهم مشاكل كتير محتاجين يحلوها، ومش معروف إذا كانوا هيعرفوا يحلوها أصلا. فإلا لو حد طلع بحاجة ثورية فعلا في مجال الطاقة المباشرة، مش شايفها. وبكده بنجاوب كمان على السؤال ليه حتى التشويش مش أسهل بكتير من إنك تقدر تصيبه. انت شايف ازاي موضوع الأسلحة الليزرية زي أنتيري في المستقبل؟ في الحقيقة أول حاجة ما عندكش وقت كافي عشان تضرب الجسم اللي بيتحرك بسرعة قصوى 7 أو 10 أو 12. ما عندكش وقت أصلا عشان تقدر تصيبه. خدوا بالكم، اللي بنشوفه دلوقتي في التجارب الإسرائيلية بياخد 45 ثانية عشان يحرق درون، يعني محتاج وقت. دي مشكلة قوة. هي مشكلة قوة متجمعة. لو عندك ليزر قوته 100 ميجاوات، المشكلة انك محتاج مصدر طاقة يديك 100 ميجاوات تطلقهم تقريبا في 10 ثانية. لسه ما شحنتوش. أتخيل المكثفات هي اللي بتعمل الشغل ده. بس نفترض، لأننا مش بنحب نقول الحاجات دي، نفترض إنك عندك الحاجات دي وانت بتحط المدفع الليزر ده المضاد للصواريخ الباليستية. هتحتاج كام واحد عشان تغطي مثلا إيطاليا، مع الأخذ في الاعتبار التشتت؟ فيه مشكلة تشتت في الغلاف الجوي طبعا، لأنك نظريا ممكن تحط عدد قليل، بس ده بيعتمد على مدى الحاجات دي، وبيعتمد على التشتت في الغلاف الجوي. يعني ده بيعتمد على انت عايز تضربهم على ارتفاع قد ايه. في مشكلة تانية، انه الصاروخ نظريا ممكن تدافع عنه بستار الدخان، تخليه يطلق حواليه انتشار بلازما يحرف الشعاع. مش عارف، يمكن بقول كلام فاضي، بس ده اللي الناس بتفكر فيه. مثلا في ظروف الرؤية المنخفضة في الضباب، أو لو الدنيا بتمطر كده، الليزر بيفقد جزء كبير من طاقته، فتهجم لما المطر يبدأ. يبقى نودع الليزر ونبدأ نجهز. مش عارف جورجيو، إيه رأيك في موضوع صراع المدفع والدرع في مجال الصواريخ؟ ده كلام واحد مش متخصص. مش عارف. ده كلام غير متخصص، مع أني أنا ديناصور من الناحية التقنية والهندسية. يمكن الأحسن إني أسكت، بس ده إحساسي إن مكافحة الصواريخ هتمشي على مسارين في الفترة الجاية. على مدار 30 إلى 50 سنة الجاية، واحد منهم هيكون المدافع الكهرومغناطيسية.
عشان كده هنستخدم قذائف بسيطة بطاقة حركية بسرعة عالية جدا، ودي هتوفر دفاع نقطي ضد أي حاجة تقدر تعدي. الدرع العلوي اللي بيمثلوا الصواريخ الاعتراضية زي ما بتقول دايما هتكون غالية جدا. وبعدين طبعا هيكون فيه أسلحة موجودة في المدار، لأنه الأمل في إيقاف الصواريخ الباليستية، يعني اللي بتتحرك كده، مش صواريخ الكروز اللي بتطير على ارتفاع منخفض، الصواريخ الباليستية. الحل هو نوقفهم من الفضاء في اللحظة اللي بيكونوا فيها عند قمة مدارهم. وبرضه هنا احنا رايحين في الاتجاه ده، رايحين ناحية أسلحة الليزر يعني طاقة موجهة، ورايحين ناحية أقمار صناعية كبيرة فيها بطاريات ضخمة. ومش عارف إيه نوع المولدات اللي هيحطوها على متنها، غالبا في الآخر حتكون نووية كمان. شايف ان انا في الاخر رايحين في الاتجاه ده. عسكرة الفضاء. كل الحاجات دي بتترابط صح؟ في الفترة الأخيرة الراجل كان عايز ينقل الألواح الشمسية للفضاء، لأنه بيقول إنك مش هتحتاج تعمل صيانة تقريبا، وبيشحنوا 24 ساعة في اليوم، فممكن واحد يعمل شحن للطاقة مباشرة في المكان نفسه يعني. وبعدين لازم نشوف هيقدر يطلع طاقة قد إيه عشان يشغل أورس. أكيد ده هيخلي الشخصيات مبسوطة. كان لازم ده يحصل لأن الكل كان عايز الليزرون، والنقاش ده فعلا كله عن الليزرون. بس أيوة غالبا ده هو المستقبل. مجموعات من الأقمار الصناعية فعلا في حاجات بتتجرب دلوقتي، أقمار صناعية أكتر بكتير بتعمل تتبع، ويمكن كمان نقدر نضرب من ناحية واحدة. وكمان لازم نشوف سرعة الجسم عشان الموضوع مش سهل. بس رغم كده شفت الأمريكان دلوقتي بينقلوا النظام ده اللي اسمه دارك ولا فورس كنترول عن الاستيعاب فياجيوناث اللي بيستخدموه مش بس دارك ايجل، ده حاجة أكتر من كده، ديباتشو سيلف. عمليات الاعتراض الإيرانية أعتقد إنها أكتر للتجربة، يعني حجة عشان يجربوه في بيئة حقيقية، وكمان لأنه عنده قدرات إيرانية لاعتراض أهداف أبعد من بافارا 373 ومن شوية دكاترة عندها اللي مش يعني أحسن حاجة بصراحة يعني. وبرضه عشان ما نطولش الخلاصة، أنا شايف إن ترامب مش هيفرق معاه موضوع التمديد، هيعمل اللي هو عايزه. وبصراحة أنا شايف إن الإيرانيين مش ناويين يتنازلوا، خصوصا لأن الموضوع الأساسي هو موضوع النووي، ولا أكتر ولا أقل. هم وزعوه في كل أنحاء البلد. الأمريكان عارفين كويس إنك مش هتقدر تسترجعه، وهم مش عايزينه يفضل يتنقل كده. وأكيد الأمريكان مش موافقين يدوهم لروسيا، لأن روسيا بعد كده هتسلمهم يدخلوا ويخرجوا من الباب الدوار التاني. أعتقد إن ترامب بين أكتر حاجة واضحة وأكتر حاجة غبية لترامب في جولة تانية من الهجمات. فاكرين إن بنفس الوصفة القديمة هيغيروا حاجة؟ دي بتاعتي. وكمان لأنه كده بيستمتع. أنا قريت رأي فكرة كانت مش صحية خالص واللي ما عجبتش ناس كتير. روبرت بولك محلل وأستاذ في جامعة سكولا كان بيقول إن ترامب محتاج دعم الروس علشان يفتح الحصار، يعني ممكن حتى يضغط على الحلفاء الأوروبيين علشان يوقفوا دعمهم لأوكرانيا مقابل الدعم. دي وجهة نظر، في حاجة سيناريو يعني، بس أنا بقترح عليه. خلينا نقول دلوقتي مش هندي الفكرة. نأمل إن ترامب ما يكونش سمعه أبدا. كان على MBC كتير للأسف سبقونا بالخبر في كل مكان. بس هو حاول قبل كده. إيه الضغوط التانية اللي ممكن يعملها؟ بالظبط، أنا مش شايف النظرية بالنظر لمدى كل تدخل روسيا في الهجوم ده صحيح، بين قوسين حليف جديد بعد فنزويلا. على فكرة الإيرانيين موجودين بالكامل، يعني هم موجودين، ولازم نشوف كمان إيه اللي هيحصل في الخليج، لأن لازم نفتكر إن الخطوة دي من الإمارات اللي بتخرج من الأوبك هي إشارة قوية جدا جدا، سواء لكارتل منتجي البترول
أو حتى لأكبر صندوق استثماري في المنطقة. مش سعودي لكن هو إماراتي يعني Lì vuol dire che qualcosa dal punto di vista ممكن يكون في سلسلة من الدول التانية اللي عايزة تنفصل كمان عشان يعوضوا اللي بيخسروه. دلوقتي لو انت انفصلت عن السعر المحدد تقدر تحدد السعر زي ما انت عايز. في كمان موضوع تاني بقالهم كتير بيعانوا من الموضوع ده، ودي أول فرصة كويسة ليهم. والتاني هو اللي قاله جورجيو أرفارس، صح؟ مش فاكر إذا كنت موجود يا جورجيو. قال لو الأزمة استمرت شهر هتتغطى في متوسط السنة، لكن لو استمرت أكتر الدول هتلاقي حلول تانية ومش هيرجعوا زي الأول. أيوة. بس مثلا كان في، حتى لو بصيتوا هم لسه مستمرين، السعوديين بيبنوا خطوط أنابيب بترول بتعدي في كل السعودية، وفي كمان واحد تاني متجه للشمال. ساعتها وقليلة 4 مليون حاجة زي كده، مش أكتر من. أول ما يكون عندك المسار جاهز تقدر تركب مواسير أكبر، أو الموضوع بياخد وقته، بس دول هيجهزوا نفسهم عشان إيران. ده موضوع ينطبق دلوقتي في الشهور دي، وبعد كده كل الخليج هيجهز نفسه على حسب كده عشان يتجنبوا كل مشاكل اللي كنت بتتكلم عنها قبل كده. المشكلة من وجهة نظري إنك بتتنقل من خطر للتاني. يعني أوكي، بتتجنب مشكلة إيران، بتتجنب مشكلة الحوثي. مين اللي قدامك وبيطلع من البحر الأحمر؟ الموضوع إنهم بيراقبونا، ومش بس كده، دول فعلا بيراقبونا كويس قوي. وبعدين مش بس كده، دول بيقفوا قدامنا هناك بالقوارب الصغيرة، ادونا شوية مليارات، بقت فعلا سهلة قوي انك تخلق بس علشان كده مش محتاجين أسطول بحري فيه 300 سفينة غالية جدا، احنا محتاجين واحد فيه 600 وحدة أصغر يقدر يضمن، وكمان غالبا يكون عنده قدرة دقيقة على التدخل في الأماكن اللي الحاجات دي ممكن تحصل فيها. المشكلة إن لو عندك وحدات قليلة وغالية جدا مش هتقدر تضمن الاستمرارية في الدوريات. أنا فاكر في الثمانينات كنت بقرأ مقالات عن الموضوع ده، أمريكا كانت بتتكلم عن البحرية من 600 سفينة دلوقتي عندهم أقل من 300، وهيقلوا عن 300 في السنين الجاية مع برامج إخراج السفن من الخدمة اللي عندهم. وده في وقت الطرق البحرية فيه بقت أكتر وأكتر خطورة. آسف قطعت كلامي. أنا دايما ببص على الأمور من وجهة نظر استراتيجية، يعني بشوف الأخطاء اللي اتعملت في أوروبا. اشترينا الغاز كله من دولة واحدة، وبعدين شفنا إن ده ما كانش أحسن حاجة، وعملنا نفسنا مش شايفين وقلنا ماشي، كأن أبخازيا، أوسيتيا، الشيشان وكده عمرهم ما حصل. ولاحظت ان دول الخليج تقريبا عايشين على اعتماد مشابه، يعني في الأساس دول عايشة على مورد أو اتنين، وكل حاجة مركزية جدا. وده كمان شفناه من الناحية الطاقية. الكويت، البحرين، الأماكن دي عندهم محطات كهرباء قليلة بس ضخمة جدا، لأني متخيل إن الموضوع أسهل لما يكون كل حاجة مركزية. آسف على التكرار، يعني يركزوا المحطات في مكان واحد عشان يبقى عندهم محطة كبيرة وسهلة في الإدارة. بس استراتيجيا لو العدو ضربك في محطة كهرباء واحدة هتخسر 3% من الطاقة بتاعت البلد كلها. هي دي الاختيارات اللي بتاخدها الدول اللي بتدور على الحل الأسهل، اللي سهل إدارته على المدى القصير، بس بتخليك ضعيف جدا قدام أي تغييرات. في رأيي دي اختيارات كانت نتيجة 30 سنة من السلام بين قوسين، ودلوقتي فجأة لازم تبدأ تفكر في تنويع الموردين وتنويع مصادر الطاقة بتاعتك حتى الداخلية، وممكن كمان الإنتاج العسكري. في المعنى ده ما ينفعش تركز كل حاجة في مكان واحد. قبل كده ماركو كان بيتكلم لو ضربت منتج مكانات الليثوغرافيا هتسبب لنا تريليون خسائر. في العالم ده المركزية اللي بتخليك تصرف أقل بقت دلوقتي نقطة ضعف كبيرة جدا. ممكن أضيف حاجة على الموضوع ده، إحنا بنتعامل مع اللي بيحصل في أوروبا، فإحنا بنوجه نفسنا في السيناريو ده. طبعا تقدر، مفيش حد هنا صاحب سلطة عليك. قرار المنتج هو اللي خلى المدينة يكون عندها فرصة أنها تتزود بالهيدروكربونات، وكمان مع روسيا لأنهم فعلا في وضع صعب جدا، في وضع الجنوب هم كمان حالتهم سيئة جدا، وما فيش داعي أتكلم عن كل القاعة. وبعدين في إندونيسيا، بس سريلانكا لحد من كام شهر كانت بتقبل الديزل بمعايير أوروبية،
10 أجزاء في المليون، وبعدين قالوا ماشي لحد 500 جزء في المليون، ودلوقتي بقوا بيقولوا ادونا أي حاجة عندكم لأن خلاص احنا بنقبل أي حاجة واحنا يائسين. في اليابان وكوريا كانوا بيعتمدوا بنسبة 70-80% على الصادرات. خلاص تخيلوا التأثير على الدول دي، لأننا دايما بنبص بس على أوروبا، لكن جزء كبير من العالم، يعني مركز العالم في التكنولوجيا دلوقتي اللي حتى الصين بتعتمد عليه بالمناسبة. وايه اخبار الهند؟ الهند كمان، بس في الهند في سفن ماشية وبيقولوا ان في حركة مرور معينة ماشية على الساحل يعني. ايوه صديق مشترك بنسلم عليه. هو لسه اكد لي الموضوع ده عن الحركة دي. مستر سي، كنت عايز ارجع للنقطة اللي كنت تتكلم عنها قبل كده، عن الخطة المحتملة إن ترامب يطلب المساعدة من روسيا مقابل إنه يضغط على أوروبا عشان يوقفوا دعمهم لأوكرانيا. بص، هنا الخطر اللي أنا شايفه مختلف، لأني من وجهة نظري روسيا مش هتقدر تعمل أي حاجة عشان تساعد ترامب يفتح المضيق من تاني. أيوة، يعني يطلب حاجة كبيرة قوي وفي الآخر ما ياخدش أي حاجة في المقابل. مش شايف ده احتمال كبير، بس في احتمال تاني، لأن اللي ممكن يعمل حاجة فعلا هي الصين. بنحييها إننا نقدر نقدم حاجة في المقابل للصين، لأن تقديم حاجة في المقابل لروسيا محتاج إنك تقدر تسيطر على أوروبا، وده اللي حاول يعمله قبل كده وما نفعش. أما عشان تعمل خدمة للصين، الموضوع إنك تسيطر على حد تاني مش قوي زي أوروبا. ممكن يكون اسمه الفلبين، ممكن يكون اسمه فيتنام، ممكن يكون اسمه إندونيسيا، ممكن يكون اسمه إيطاليا. كوريا الجنوبية مع اليابان الموضوع بيبقى أصعب شوية، بس برضو الصين تقدر تحصل على حاجة من أمريكا بسهولة أكتر بكتير من روسيا. وفي نفس الوقت الصين كمان تقدر تضغط على إيران وبنجاح أكتر من روسيا اللي أصلاً أثبتت عجزها في المنطقة. أما الصين فعلى الأقل من الناحية الاقتصادية تقدر تعمل كتير. إيران هتحتاج لإعادة إعمار، وإيران عارفة كويس إن روسيا مش هتكون اللي هتساعدها في الإعمار. أما الصين فهي عندها كل الإمكانيات لإعادة إعمار إيران. يعني إيران ممكن تكون أكثر حساسية لضغوط التهدئة اللي جاية من بكين، اللي عندها مصلحة شخصية كمان أكثر من الضغوط اللي جاية من روسيا. وفي نفس الوقت بالنسبة لترامب أسهل إنه يرضي الصين، زي مثلا يتخلى عن تايوان بدل ما يرضي روسيا، لأنه مش قادر يقنع أوروبا تبطل تدعم أوكرانيا. على فكرة كان في اقتراح روسي لو تفتكروا من 1.5 سنة أو 2 سنين، الروس نفسهم كانوا بيقولوا طب لو ادينا فنزويلا للأمريكان مقابل المساعدة، يعني كان في حاجة يتبادلوا عليها وقتها. أنا دايما كنت بسأل نفسي، لو الأمريكان عايزين ياخدوا فنزويلا تقنيا هي على بعد نص ساعة طيران من عندهم، مش شايف إنهم محتاجين موافقة الروس؟ يعني الواحد بيبادل حاجة لما التاني بيمنعه ياخدها، وساعتها بيبقى فيه مقايضة. هناك ما كانش فيه مقايضة أصلا. بس ده بيوضح إن الأفكار دي متداولة من ناحية معينة. أيوة، ومن ناحية تانية للأسف. أيوة، اتفضل. يا جماعة أقول لكم إيه، أنا زعلان عشان دانييلي اللي أكيد في قمة الغضب كسر الموبايل. هنلاقي جنتانو تاني، ما تقلقوش، الحكاية دي لسه ما خلصتش. برضو لسه ما خلصتش. كله براحتكم تقريبا. بصوا، ما تاكلوش في العربية عشان الأحسن تاكلوا في البيت وتتحركوا أقل، لأن في الآخر الحلول هي الحصار مقابل الحصار، واللي في الآخر هيودي الأزمة أكبر أو استئناف الهجمات
اللي في النهاية مش هتوصل للنتيجة. ايه مش بينهاروا او بيستسلموا او حاجات زي كده؟ بالعكس، غالبا هيكون في رد إيراني متدرج في الأماكن اللي يقدروا فيها. في باقي المناطق يعني كل حاجة هتفضل زي ما هي تقريبا، إلا لو ترامب زي ما انتوا عارفين صحي في يوم وقال المهمة انتهت ورجع على بيته. حتى لو المرة دي حاسس انه دخل بنفسه في الموضوع زيادة ومش هيعرف ينسحب بشكل يعني منظم. للأسف الوصفة الفنزولية هنا ما نفعتش. ملاحظة صغيرة أنا دايما بحطها في الآخر عشان ما ننساش إنه في وسط كل الهري ده نص الكيكة كان فيه كمان إسرائيل اللي مكملة في خطتها من غير أي تردد، ودول فعلا عندهم خطة، لأن الناس دي زي الروس ما بيعملوش أي حاجة حتى أبسط حاجة من غير خطة. وبكده نكون خلصنا آخر اقتباس من مطاردة أكتوبر الأحمر، وهم ما عندهمش مشكلة في أي حاجة. بالعكس، دول دلوقتي كمان بيساعدوا الإمارات العربية المتحدة بمنظومة القبة الحديدية، وكمان غالبا في صفقات عسكرية هتقرب دول الخليج من بعض أكتر. مش عارف إزاي فهموا الحكاية دي كويس، لأن واضح جدا إن الإسرائيليين هم اللي جروا الأمريكان للفكرة دي، ومع ذلك دلوقتي ممالك الخليج بتدور على المساعدة إذا صح التعبير من إسرائيل. مش معنى كده إن القواعد الإسرائيلية مش هتثير غضب الإيرانيين زي القواعد الأمريكية، يعني بالظبط الموضوع مش مفهوم. بس واضح إن اتفاقيات أبراهام باين عليها أقوى بكتير من كل اللي بيحصل دلوقتي غزة وكل الباقي. الفلوس ملهاش ريحة، هنشوف. شكرا للجميع، شكرا للعقيد، شكرا لماركو بوسي مورو على اللي حصل، شكرا الخمس لقطات دول، وكمان باولو اللي للأسف ما قدرش يجي بس هيعوضها. تصبحوا على خير جميعا. مع السلامة، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.